آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يسأل ويقول: هل يعذر أحد بالجهل في الشرك الأكبر إذا وقع في بعض خصائص الشرك الأكبر كعبادة القبور ودعاء غير الله؟ والله أعلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقوع الإنسان في الشرك الأكبر يخرجه من الملة في الأصل، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالذي وقع في الشرك الأكبر كفر، لكن السائل يقول في حكم العذر بالجهل. العذر بالجهل عام في كل أنواع المعاصي، سواء كان شركا أكبر أو دون ذلك. إذا علمنا أو شككنا أن الرجل جاهل فنعذره، وإذا صرح الرجل أنني لا أدري نعذره، وأمره إلى الله. إن كان كاذبا فالله أعلم بما في نفسه، وذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما ذكر المفعول وما كنا معذبين، ماذا؟ أطلقه لإطلاق الحكم، وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن بعث الرسل ليقطعوا حجة الناس. إذن قبل البعثة، أي قبل بلوغ الحجة، فالناس تحت العذر إذا ما جهلوا، ولذلك جاءت النصوص الكثيرة جدا تدل على هذا المعنى. قال الله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، أي لأنذركم بالقرآن ومن بلغه القرآن، فهو معذور. ولا ريب أن بلوغ القرآن لصاحبه ليس كما فهمه البعض مجرد أن القرآن قد بلغه بالعربية، والرجل الصيني مثلا لا يفهم شيئا من العربي يقال بلغه، أو الرجل يكون الرجل أعجميا وقد شرح له القرآن شرحا خرافيا فيه تزكية لأعمال الشرك وما إليها، هذا ما بلغه، لأن بلغه التحريف، ما بلغه، يبقى تحت العذر. بل قد يكون عربيا ويتلى عليه القرآن العربي ولا يفهمه، أليس كذلك اليوم أكثر العرب لا يفهمون عربية القرآن. إذن فهم تحت العذر حتى نتأكد من أنهم بلغتهم الحجة وانحرفوا عنها، أي الحجة الرسالية، وانحرفوا عنها. في هذه الحالة يحكم عليهم بما هم على ظاهرهم، لأننا نتكلم الآن في غالب الحال عمن أصولهم مسلمة. هذا السؤال طبعا يحتاج تفصيل. أصوله مسلمة، قد يولد المرء من أبوين مسلمين ثم يطرأ عليه الشرك، فلا تقل أنا أحكم بظاهره، هو وقع في شرك وأنا أحكم بظاهره فأكفره. هذا غلط، لأن القاعدة تقول: من دخل الإسلام بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين. وقصة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه في من قتله في المعركة لما علاه بالسيف قبل أن يقتله، زعم المشرك: إني مسلم، وقال: لا إله إلا الله، فما صدقه أسامة رضي الله عنه فقتله. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر، فعنف أسامة تعنيفا شديدا، قال: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله إنه قالها تعوذا، أي خوفا من السيف. هذا الذي يترجح لدى 99% من الناس. يقول رجل خاف من السيف فقال لا إله إلا الله، لكن ما دام بقي واحد، بمعنى 99% تقول كفر، واحد يقول ما كفر، خذ بهذا الواحد.
هذا هو الاحتياط في هذا الباب، هذا هو الاحتياط في الدماء، الاحتياط في التكفير، وهذا هو الأصل. إذا بقي شيء من الشك يدرى عنه الحكم، والله تعالى أعلم.